سيخ نار ماشي في رجلي يا دكتور. عندي كهرباء نازلة من ظهري لغاية رجلي، بتوصل للقدم سواء الكعب أو وش الرجل. كل دي مسميات أو أعراض بتحصل لما بيكون عندنا حاجة اسمها عرق النسا. اسمه عرق النسا لأنه جاي من النسيان، مش عرق النسا. اسمه عرق النسا. إيه هو بقى عرق النسا؟ هو التهاب في العصب الوركي. العصب الوركي ربنا خالق الإنسان عنده العصب الوركي بيغذي معظم عضلات الطرف السفلي. في منه اتنين: عصب وركي أيمن يغذي الطرف السفلي الأيمن، وعصب وركي أيسر يغذي الطرف السفلي الأيسر. بينشأ زي الشجرة، لها جذور، ليه 5 جذور. بياخد من الفقرة القطنية الرابعة، والفقرة القطنية الخامسة، والعجزية الأولى، والعجزية الثانية، والعجزية الثالثة. وبياخد مساهمات من فقرات تانية، ولكن الأساسيين هم الجذور ال5 اللي هم القطنية الرابعة والخامسة والعجزية الأولى والثانية والثالثة. معظم المشاكل اللي بيحصل على أساسها عرق النسا هو أي مشكلة موجودة في الفقرة القطنية الرابعة والخامسة تضغط على جذر من ضمن الجذور بتاعة العصب الوركي تعمل لنا عرق النسا. المفروض إن العصب ده بيخرج من النخاع الشوكي ويتحرك في الحوض، ينزل تحت عضلة موجودة في الحوض. العضلة دي بتخلي حركة الفخذ للخارج سهلة. العضلة دي اسمها العضلة الكمثرية. برضو لو هي اتشنجت أو ضغطت على العصب الوركي اللي معدي تحتها هيحصل برضو عرق النسا. طيب، المفروض إن العصب الوركي ده لما الجذور بتخرج من العمود الفقري بتتشابك عشان تكونه، ولكن هي لما بتخرج ما بتخرجش تروح في الشارع كده، لا، بتخرج جوه عضلات. فبرضو العضلات الجار فقارية لما هيحصل فيها تشنج هتعمل برضو عرق النسا. ايه ده؟ يعني انا لو عندي مشكلة وعندي اجهاد عضلي، او مثلا ضغطت على نفسي شوية في الشغل او قعدت فترة طويلة، الاقي نفسي جالي عرق النسا؟ عادي جدا، بسبب ان العضلات انضغطت. ربنا بيخلي العصب يتحرك جوه جسم الإنسان يبقى متأمن ما بين عضلات وعظام وأنسجة تانية كتير، لأن العصب للأسف من ضمن مشاكله إن هو لو انجرح ما بيتجددش، بل بالعكس. العصب لو اتخبط أو اتكدم بس ممكن يفقد القدرة على وظيفته لمدة تصل إلى 8 شهور. 8 شهور عشان يستعيد وظيفته من مجرد كدمة، خبطة. لذلك الأعصاب السطحية هي الأكثر عرضة لذلك، حاجة مثلا زي اختناق العصب الأوسط في الكف. إنما العصب الوركي لأنه عصب مهم جدا وخطير، فلذلك ربنا مأمنه داخل الفخذ عند الإنسان. المشكلة بتاعته إن ليه كذا طريقة تحصل عليها الإصابة. أول حاجة غضروف قطني، غضروف قطني عجزي، تشنج في عضلات الظهر، كدمة، اعوجاج عمود فقري، ميل في الحوض، تشنج في العضلة اللي قلنا اسمها العضلة الكمثرية. حتى ليها مرض تاني عند الرجالة اللي بيحطوا المحفظة بجيبهم ورا. المحفظة لما بتتحط في الجيب ورا بتضغط على العضلة الكمثرية، توصل لدرجة ان العضلة الكمثرية تضغط العصب تحتها. ازاي اعرف بقى ان اللي عندي ده عرق نسا؟ مش شد عضلي وخلاص او كدمة في ظهري، لا، ده فعلا عرق نسا او التهاب العصب الوركي باللفظ العلمي بتاعه. ان اول حاجة لو هاجي اقعد مثلا وقعدتي طولت شوية الاقي ظهري نمل ورجلي خدلت والتنميل وصل لغاية قدم رجلي. تاني حاجة عايز اقوم واقف، لا، ممكن اخد فترة على ما رجليا تفك. تالت حاجة انه المفروض ان هو لما هيجي عندي مشكلة عرق النسا تيجي في ناحية واحدة بس، يا الناحية اليمنى يا الناحية اليسرى. نادرا ما بيجي في الرجلين مع بعض، نادرا. يبقى المفروض ان هو لو هيجي لي بالنسبة العظمى هيجي لي في ايه؟ رجل واحدة بس، يحس بالسيخ النار ده في رجلي اليمين يا في رجلي الشمال. يبقى انت كده تتأكد ان اللي عندك عرق نسا من الاعراض دي. لو مع الجلوس الاقي التخديل والتنميل، لو لقيت ان انا جاي اقوم اقف الاقي نفسي سيخ النار ده راح شادد عليا اول ما جيت اقف.
طيب انا دلوقتي تعبت وخلاص جبت اخري والالم جامد وانا مش مستحمله، هعمل ايه؟ الخبر الكويس اللي في الموضوع انك ان شاء الله في خلال من 6 ل 8 اسابيع من وجود الالم هترتاح، والكلام ده قلناه اكتر من مره قبل كده، ان معظم الناس من 80 ل 85% اللي جالهم عرق النسا ده هيرتاحوا في خلال من 6 ل 8 اسابيع. يعني مش محتاج انك تعمل رنين وتلاقي الموضوع كبير ومش عارف، ده انت ممكن تلاقي عندك غضروف وتلاقي ان حتى اللي عندك ده مش بسبب الغضروف، تاخد علاج الغضروف وما ترتاحش. اتفقنا؟ طيب هعمل ايه بقى يا دكتور؟ اول يومين هيجي لك فيهم الوجع دول حاول تفرد جسمك على السرير، بس ما تريحش للاخر، يعني انت اخر 48 ساعه بالكتير قوي ممدد، وتحط كمادات ساقعه اول يومين. كمادات الساقعه دي احطها فين؟ على رجلي كلها؟ لا، على اسفل الظهر، اخر منطقه في الظهر، اخر خرستين بمعنى اصح. كمادات ساقعه لاول يومين. اعمل الكمادات دي 4 أو 5 مرات في اليوم. عظيم عظيم. وممكن تدهن دهان مسكن على آخر المنطقة بتاعة الظهر. والألم بيبدأ يقل تدريجي، بعد أول يومين بتبدأ تتحرك. الحركة مطلوبة عشان العضلات اللي بتتشنج دي في الظهر تتحرك وما تبقاش متشنجة، والشد اللي فيها يقف. كل ده لازم حركة منك. تمام. في كذا تمرين ممكن نعملهم، لو انتوا عايزين التمرينات دي قولوا لي وانا اعملها في فيديو لوحده. ان التمرينات اللي تساعدنا على ان احنا نفك عضلات مين؟ الظهر. والعضلات بتاعت الظهر اول ما هتتفك هتلاقي الالتهاب بتاع العصب الوركي او عرق النسا بيقل تدريجي. لو ما قلش تدريجي في خلال اول 3 اسابيع من زيارة المرض او الوجع ده ليك، لا، روح اكشف عند دكتور. نصيحة، لازم تزور الدكتور. لو ما قلش تدريجي، يعني لو قل 50% مثلا في خلال اول 3 اسابيع، لا ما تزورش الدكتور، خلاص كده كمل حياتك عادي خالص واتحرك وروح وتعالى، وبعد كده هتلاقي الالم اختفى في خلال 3 اسابيع كمان. اتفقنا؟ اتفقنا. ده موضوع التهاب العصب الوركي او عرق النسا بصفة عامة. عشان محدش يضغطك، انت مش محتاج ان يبقى فيه كارثة عشان يحصل عرق النسا، لا، انت ممكن يبقى شد عضلي عادي خالص في ظهرك بسبب مثلا شغل او بسبب مجهود او بسبب سواقة كتير وبتاع، وتلاقي نفسك الشد العضلي اول ما هيروح هتلاقي التهاب العصب الوركي او عرق النسا ده خف خالص. ما تضغطش نفسك. تمام. اتمنى لكم الشفاء في رعاية الله.